السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم الكوبيبه الشامي. انا هنا جايبه نص كيلو برغل ناعم. انا اصلا ما نقعتوش، يعني يا دوبك غسلته بس وصفيته. وربع كيلو لحمه مفرومه حمرا، وبصله وكام فص ثوم. والتوابل هنا عندي ملح وفلفل. ملح اهو والفلفل وقرفة وبهارات مشكلة، وجوزة الطيب. دي كل التوابل اللي انا هحطها فيها. هحط بقى شوية شوية في الكبة. عملتها في الكبة وشين عشان تبقى ناعمة بالمنظر ده. هبتدي بقى اشكلها. طبعا مش هعمل كل ده، ممكن يتشال جزء ويتحط اكيسه ويتحط في الفريزر استخدمه في اي وقت، وممكن تتحشي وتتشال في الفريزر برضو. محشية باللحمة المفرومة المعصجة. بشوح اللحمة على النار، وبعد كده بنزل ببصلة مفرومة وبالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبهارات مشكلة وسنة قرفة وجوز الطيب وشوية قرنفل. وببتدي بعد كده احشي بيها. ولو حابين تحطوا لو عندكم صنوبر او لوز وحابين تحشوها زبيب مع اللحمة المفرومة، زي ما انتوا عايزين ممكن تعملوها بالشكل ده. هقفلها كويس اوي بالمنظر ده. ممكن يا اما الشكل ده يا الشكل ده، الشكل اللي حضراتكم تفضلوه. هعمل الكمية، هحشي الكمية كلها وبعد كده هحمرها في زيت غزير ونبقى نشوفها مع بعض. ودي الكبيبة بعد ما شكلتها وحمرتها في زيت غزير. لونها طلعتها لونها ذهبي كده ومقرمشة من بره. يا رب لو عجبكم الفيديو تعملي لايك واشتراك في القناة.